السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. طبعا كلنا بنتابع يورو 2024 بطولة أوروبا للأمم اللي بتقام في ألمانيا، ومن غير ما نقول تصوير، ملاعب، منافسة، قوة، ستامينا، إصرار على الفوز، ماتشات جميلة وحلوة وقوية وفيها جري وفيها تكتيك، وبيحسسونا ان الكرة اللي بنشوفها في مصر دي مش كرة خالص. للأسف الدوري بتاعنا دوري النيل ده دوري الملوخية في الفسكونيا، ولا تصوير ولا فار ولا تحكيم وانتوا عارفين يعني، ولا نزاهة ولا حيادية. انما يورو 2024 ألمانيا، اسبانيا، ايطاليا، فرنسا، فرق تقيلة وقوية، بيلعبوا ماتشات حلوة قوية، فيها سرعة، فيها لياقة بدنية، فيها جري، فيها تكتيك، التصوير، الإخراج، الملاعب. ألمانيا اللي بتنظم، يعني احنا بنحب ألمانيا كرويا أيام رومونيجا وشوماخر وبيكن باور وكده، بس طبعا مواقفها السياسية مش بنحبها مؤخرا، يعني وقوفها مع إسرائيل طول الوقت، وعدم يعني مساندتها للشعب الفلسطيني الغلبان. بس برضو يعني لازم نقول اللي علينا واللي مش علينا، ان البطولة شدت الانظار والماتشات قوية في المانيا. انا في نظري ان اسبانيا لغاية دلوقتي اقوى فريق، عندها لاعبين 2 3 اللي هم السمر دول، 20 سنة 21 سنة وصغيرين وبيجروا حلوين وحريفة. فريق حريف قوي فريق اسبانيا، واتوقع انه هيلعب قبل النهائي او النهائي. كمان المانيا بتلعب فريق كله جديد، اسماء مش معروفة قوي، فيها كام واحد كويسين، انما يعني معروفين الالمان انها الماكينة الالمانية، وبيشد حيلهم بعد الدور الثاني وماشيين كويس، وخدوا 7 نقط في دوري المجموعات وتأهلوا اول المجموعة. المانيا، اسبانيا ما شاء الله عليهم. فرنسا بقى هي ايه بتوقع انها تفوز بالبطولة لو مبابي مناخيره كويسة وظبطوها. مبابي ده طبعا اللي انا بسميه مبابي يعني، ما شاء الله عليه، كان من اصغر اللاعبين اللي فازوا بكأس العالم في 2018 في روسيا، وكان من اسباب ان فرنسا تفوز، وعمل ماتشات رائعة في كأس العالم 2022، وجاب 3 اجوان في نهائي مع الارجنتين، وهو الاسطورة واللعيب والحريف الجديد، وهو رمانة البلي وميزان، يعني مربط الفرس والميزان، وهو الصنايعي بتاع فرنسا. لو مبابي في حالته ومناخيره وانفه طبعا اتكسر يا عيني في اول ماتش، لو فايق هيعمل فرق كبير جدا لفرنسا. وهنتفرج في قبل النهائي فرنسا، المانيا، اسبانيا، ممكن كمان ايطاليا تخش معاه. دي اقوى فرق انا شايفها. ايطاليا يعني سو بس انا بشوف ان فرنسا لو مبابي فايق هتخلص مع اسبانيا في النهائي. ماتشات حلوة وجميلة، النتائج مش ما فيهاش اي مفاجآت بالنسبة للدور الاول والدور الثاني. المجموعات اللي تأهل منها معروفين، يعني لسه بتلعب الماتشات، بس ما فيش مفاجآت. ورونالدو طبعا مع البرتغال بيحاول، بس يعني ايه، ايد لوحدها ما تسقفش. ما اظنش البرتغال هتكمل جامد في البطولة يعني. اعزائي المشاهدين، هنتابعكم مع الماتشات والمباريات ونحللها مع بعض. كل سنة وانتم طيبين، شكرا لحسن المتابعة، ونشوفكم دايما على خير. ميرسي.